طب احنا دايما بقى متعودين كده، ضيفنا بيقول لنا الحل بقى. احنا عمالين نتكلم في مشاكل في مشاكل، وانا متهيألي انت الحل منك طالع بخبرات. انت زي ما قلنا ما لعيب هو انت كبير. عايز حل ايه؟ انا في كل الكلام اللي قلنا كذا حته كده، حل في الكوره. كذا حته في كذا حته في ما تاخرش. في كذا حته في النص. الكورة. عايز ايه؟ انت حل الكوره في المشمول عشان نخليك انت. لازم تكون انت عندك عايز تحقق اهدافك ما ايه. انا هقول لك اهو بقيه السؤال يمكن يوصل لك الدنيا شويه. عشان تقدر مدير فني لمنتخب ناشئين وانت بتلاعب اي فرقه، ما تبقاش داخل في حسابات وربنا يستر، واللي هيلعب على الواد الباك ليفت ده جامد. بص في الاخر هي كوره، يعني التوفيق من عدمه والشغل من عدمه كل دي حاجات، يعني احنا بتجتهد وتعمل كل حاجه. انما مثلا انا بشتغل نفسي وبدني وفني وكل حاجه عشان اوصل ان هو ما يخافش من مين. بس هو بقى عارف، بيشوف المودرن فوتبول دلوقتي اللي هو ايه ده، امكانياته 1 2 3 4. لو ما تعاملتش معاه ب1 2 3 4، المهم انت كمدرب يبقى عندك الحلول اللي الواد ده يطلع بيها كويس. بس مدرب ده لا، انت تقصد بيها المدير الفني للمنتخب باي جيل. انا بتكلم ان احنا عندنا مشاكل كل الشارع عارفها يا اسامه. احنا ما بنتكلمش في حاجه يعني في حوارنا الدردشه دي كلها ما قلناش حاجه ما فيش حد عارفها، صح؟ انت راجل بقى لعيب كبير، لعبت في نادي كبير في مصر وافريقيا والوطن العربي، اشتغلت مع مدربين كبار، رحت كاس عالم وانت لاعب، ورحت كاس عالم وانت مدرب، ومعاك جيل. انت شايف مصر بقى ايه اللي لازم يحصل في صناعة كرة القدم دي؟ لازم يحصل حاجة مهمة، افتح الباب للناس دي كلها. في مواهب في السن بتاعنا وانا بكلمها وهي في انديتها غير لما اكلمها وهي جايه من بره. صح. وانت بتجيب اللي بره ده، في بره كتير قوي. ما هو بس في حاجه بره ما بيستويش بسرعه. صح. يعني انت تسيبه ان الموهبه موجوده هنا. انت عارف في كام واحد 2005 بيلعب بره؟ عارف من اصول مصريه. وفي 2007. بس هو فوق 70 واحد. هو بتاع بره دلوقتي الناس مش مستعجله عليه. صح. الناس بتسوي على نار هاديه، بس شارب عن اللي عندك. ما هو هيشرب عن اللي عندي. لكن لو جيت انا العبه دلوقتي هو يجي واللي عندي يجي دلوقتي يلعب هنا، يعني اللي بره بيلعب اللي جوه دلوقتي، لا اللي جوه هنا يدغدغوا يكسروا. انا مش بقول الكلام ده الناس هتاخد مني ان انا ما عنديش وجهة نظر لبتوع بره. بتوع بره ساعات بيفرقوا عننا بس مش دلوقتي، على اللونج ران بيفرق هنا طبعا، لانه عنده تطور وعنده موضوع هو بيشتغل عليه واحده واحده. مره سالت المحمدي وهو في هال سيتي على شكل التمرين، قال لي احنا ممكن ننزل نعمل سيشن كامله التمرين ساعه وربع باس. بس انت تنزل تعمل سيشن تمرين للعيب في القطاع عندك باس بس، انت كولي امر مره هو الراجل ده ما عندوش غيرها ولا ايه؟ عشان هو يطلع عند الحته المعينه دي يعمل شكل الباس اللي انت بتشوفه في البريمير ليج. على مانشستر سيتي الباصات دي التمرين ده وكام وحده تدريبيه اسبوعيا. انا امبارح بص انا بعشقهم، مليت يا جماعه كفايه بقى حد يشوط. طلعت قلت عايزين عاشور الادهم، العيال دي عايزين عاشور الادهم. لا وبيبصوا لبعض فين؟ هو الموضوع بقى دمه تقيل، 500 نقله كتير قوي. كل حاجه بتاخد وقتها عندهم. انت عايز هنا لازم كله تدي كل حاجه وقتها. صعب مستحيل. ما انا بقول لك انت يلا يا كابتن بقى عشان انا الوقت. بس خلي بالك التكتيك والنشأة بتفرق. يعني انت فاكر مش السبت اللي فات اللي قبليه ليفربول كان بيلعب نوتنغهام فورست؟ كابتن مختار الراجل نونو زنق سمينا مختار ده شبه مختار بالظبط. زنق ليفربول زنقه. هو زي كوبر. يعني انت اشتغلت مع فيريرا، راجل جريء جدا، قوير جدا 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 جدا، خلى كل زملكاويه يشوفوا امتع فورمات للزمالك. وراجل كوبر ده انا من اللي بحبه جدا. مدرسه المحافظين، بس مدرسه المحافظين عارف الامكانيات. ايوه يا باشا، العربيه تكسبوا العبوا 100 كيلو اللي في الساعه، تكسبوا انا العبوا. مش هدوس بنزين اكتر من كده. فانت شايف ان كمل نفتح الباب الحلول. افتح الباب للناس. الهرم هنا مقلوب، الصغير ده محتاج حد يعلم وينمي ويطور، مش محتاج حد ينافس على بطولة وياخد مكافأة الشهرين اللي هيكسب بها الدوري. وده معناه انك تجيب واحد ما يجيش يعيط لك في التشكيلات يقول لك يا كابتن وانا بتاع السن ده. يبقى الإدارة نفسها
انا بنمي بربي هنلعب بعلم كورة. بمشي هنلعب كوره، وبفتح باب كمان. نلعب كوره. النهارده كام واحد فينا انا اقدر اصفر ابني؟ صح، خليه يجرب كده. صح، ماشي، صفره. خليه يجرب. انت ليه؟ لا هات بقى. طب انت هتصفره؟ انا اللي بجيب وانا اللي بودي وانا اللي بصرف وانا اللي بعمل. عايز اصفره. طب اديني بقى انا $1,000,000. ماشي. يعني النهارده الناس كلها بقى عندها، في ناس كتير عندها الفرص ان انا اودي طبعا واطلع يتعلم وأعمل بره ويعملوا. لكن الوضع صعب. الامور محتاجه احنا نشغل ده صح. وما نتفهلوه. يعني مفيش فهلوه فيه، يعني ما تبقاش فهلاوي. يعني سيب ادي مساحه 1 للناس. بلس 1 2 ما تفتيش، مش مطلوب من حضرتك يعني. بالظبط. مفيش فيها فن. خصوصا انت ما يعني انا اسف، يعني انت بتقدمش حاجه. صح. انت ما بتقدمش حاجه بالظبط كده. على مستوى الكل. انا الخلاصة. مش مسؤول. صح. خلاصه في لازم حاجات لازم نواجه الحقيقه. ما بتعملهاش انت. طبعا. انت فاهمني ازاي؟ لازم نواجه عندنا مواهب يطلع منها كتير كتير كتير، لكن انت مش يعني انت مقصر في حق المواهب اللي موجوده عندك. 1,000,000%. لازم نواجه الحقيقه، نعرف احنا واقفين فين، ونعترف ان احنا محتاجين نتمنى ده. شغل يعني. نتمنى نورتنا يا اسامه والله حبيبي بجد، حبيبي، ربنا يخليك. محتاجين حلقات وحلقات بجد. حبيبي. الحلقه كانت ثريه ربنا جدا يوفقك يا أسامة. حبيبي. ونورتنا بجد. ربنا يوفقك مع حبيبي. المنتخب، وانا حبيبي. متاكد ان العيال دي بتاخد جرعات. نتمنى يعني إزاي؟ نتمنى. يعني انا عارف ان انت معاك لعيب الكوره، وانت اكيد بتلعب العيال دي كوره. انا عشان عارفك شخصيا بحاول يعني بحاول بس احيانا في الاخر هيبقى مطلوب مني انا كمان نتيجه. صح. يعني ممكن تستمتع، الله جميل، بس في الاخر النتيجه ايه؟ النتيجه هي اللي بتتذكر. افتح كتاب الحاج كوبر بقى. افتح كتاب طريقه كوبريه، مش قلنا طريقه كوبريه؟ الطريقه الفراريه. لا 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 انا حلوه دي. بص انا يعني اتعلمت من كل الناس، واحب ان انا اعمل الدمج ده من كل الناس. يعني احب اللي لعب كوره العب بيه كوره طول ما الامكانيات سامحه بكده. كارتيرون كمان. والكارتيرون بتاع يعني عنده الجانب البدني كمان. احيانا فادي واحيانا منص لازم تشوف في ناس بتشتغل لحد ما تجيلها فرق بتلعب لوحديها. صح. احنا ما وصلناش للمرحله دي، او انا ما وصلتش. في ناس بتفضل يعني مثلا لو تتفرج على جوارديولا، هو جوارديولا عنده كام محلل وعنده كام مساعد وعنده والنوعيه بقى اللعيبه، نوعيه اللعيبه اللي قاعده بره بيعملوا ايه كل دول؟ نوعيه اللعيبه اللي بتلعب بقى. فانت ساعات بتشتغل لدرجه ان خلاص بقى موضوعك سهل. دول مواضيعهم سهله. يورجن لما مشي كان خلاص بقى وصل للمرحله اللي اللعيبه بتعمل كل حاجه. خلي بالك ان السيتي وصل لمرحله انت اي لعيب بتشيله بتحط حد بداله ده شبه محمد ده ما فيه هو ده نفس شكله. احنا لو قعدنا نتكلم في فرقه ميه واحده، الصناعه والفرص والمدربين والشغل هنقعد ساعات وساعات والموضوع مش هيخلص. فبتمنى طبعا انا مش هبطل كلام فيه الا لما احس انهم ابتدوا يشوفوا ان هو لا ان شاء الله ان شاء الله. يعني احنا عندنا حلول وعندنا ناس بتفكر كويس وعندنا حلول كويسه، بس احنا بنخاف شويه ناخد القرارات اللي فيها الاصلاح السريع يعني. او بتخاف ان انت تجيب واحد تحطه في بوزيشن لمجرد ان انت مش واثق في قدراته، ودي مشكله كبيره جدا. فاهم يعني؟ مش عايز اذكر اسماء، بس في ناس اتحطت في مناصب في دوريات فاتت، فاهم، من الناحيه الاداريه والتنظيميه ونجحت نجاح فظيع. طب انا ليه ما اسيبوش يعني ما اسيبه؟ التغيير سنه الحياه. بس احنا ما بنغيرش التغيير اللي انت بتتكلم فيه. هو احنا كراسي موسيقيه